وينظم. مش موجود عندنا. طب ما فيش اتحاد انديه محترفين في البرتغال؟ مش موجود عندنا. طب ما فيش اتحاد. طيب انا عايز اقول جمله اخيره. انا جايب لك الجدول اللي عندي، واذا حبيت تشوفه كابتن مدحت وتطلع عليه. تمام. والتحليل اللي انا عامله ربما يكون خطا. اوكي. انا عايز اقول جمله اخيره بس يا كابتن عدلي قبل ما نقفل مع حضرتك، انه اتصور طبعا كان لازم يبقى فيه اتفاق، لكن اتصور ما حصلش مشكله قبل كده زي ما حضرتك تفضلت لسبب واحد، انه الاتحاد الكوره واخد حقوقه من وكاله الاهرام، والنادي الاهلي واخد حقوقه من وكاله الاهرام، وبالتالي ما حدش بيعمل اي مشكله ان في النهايه الفلوس اللي هو متفق عليها بيقبضها فيحط سين. مش صح. ليه؟ ايوه طب قول لي ايه الصح؟ العكس. لا الاتحاد واخد حقوق من وكاله الاهرام ولا الاهلي واخد حقوق من وكاله الاهرام. امال مين؟ امال واخد الاهرام واخده حقوق تسوقها بالنيابه عن ايوه لا بس اعتمد هي مبالغ يا في النهايه مين اللي بيدفع؟ هي فرقت ما بين حقوق اتحاد الكره والمنتخبات القوميه. ماشي. والدوري لكل الانديه. بس في النهايه ما كانش حد بيعترض. هو ده اللي تم. اتفضل يا كابتن. الكلام اللي بيقوله مظبوط، الوكاله هي اللي بتدفع. نسمعه يا كابتن. نعم. بقول لك نسمعه يا كابتن. ما حطيتش في المؤتمر هيسكت. فين؟ فودافون. لا انا باخدها من جانب اخر يا كابتن. هو بس هو دي شغله الوكاله مع المعلنين بتوعها. ما هو فودافون اشترى ايه من الوكاله؟ اشترى حق الحقوق الخاصه بتاع اتحاد الكوره. تمام. مش من ضمنها المؤتمرات. طبعا والا كان اضطر انه يحط. انت بتتكلم على الوضع حاليا. فودافون مع الاهلي واتصالات هي اللي كانت. احنا بعنا حقوقنا لوكاله زي ما بعنا، هو يشتري بقى يبيع. انت في ضمن الحقوق حاطط المؤتمرات؟ من لا يملك كده. بس هو ده الخلاف. هو بيقول لك مش من ضمنها المؤتمرات. الوكيل اللي اشترى منك مش من حقه يبيع ده. لا. طب استنى. مين العقود اللي مش كنا ان مش من حقه او من حقه؟ عقود الانديه اللي سابقه والعقود الاتحاد اللي سابقه. لكن هو بايع المؤتمر زي ما السنين اللي فاتت المؤتمر. هو انت يا كابتن لو في عندنا شريط المفروض تحط له المؤتمر يا كابتن عدلي، لو عندنا شريط من السنه اللي فاتت هات مؤتمر في الدوري العام في اي نادي بيقابل اي في راعي نادي اتحاد الكوره هتلاقي راعي كره القدم المصريه. مزبوط. ده مين اللي اداله الوصفه دي؟ الوكاله اللي اشترت من الاتحاد. صح. على اي حال بص يا كابتن المسمى ده الامور هتخش في تشابك لان كل الانديه طبعا دلوقتي مش هو الامور هتتحل ان شاء الله. انا عارف ان الكابتن حسن حمدي عامل بكره اجتماع موسع لبحث الامور دي. انا بس بقول ايه يا كابتن مدحت؟ نعم. لا يجب ان تفاجئ الانديه ان اتحاد الكره المنوط به رعايتها هو اللي بينافسها. ما ينفعش المبدا نفسه. على اتحاد الكره ان يكون راعيا للانديه ويقف يرعى مصالحها، لان هو لا بيدعم ولا بيعمل ولا المجلس الاعلى. هو عنده منتخبات، ما تنساش ان عنده منتخبات يا كابتن. يعني يقعد عنده منتخبات، عنده مصالح. يعني هو اتحاد الكوره يقعد ياخد من المجلس. انت قلت ايه يا كابتن مدحت؟ ياخد كاس مصر وكان المفروض من دور ال8 هو حطه من دور ال32 فجاه دون ان يقول للانديه هيدي الانديه ايه.